اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، الحمام الكذاب، أحلى وأطعم طريقة لوراك الفراخ. جربوها تعجبكم وهتعتمدوها على طول، وكمان طريقة سهلة وبسيطة مش بتاخد وقت خالص. يلا حبايبي كده سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. بسم الله. معلقتين سمنة بلدي، ونزلت عليهم بمعلقتين زيت. طبعا اي حاجة عندك متوفرة، اي مادة دهنية، ممكن زبدة ممكن سمنة ممكن زيت زي ما انت عاوزة. هبدأ انزل البصل مع السمنة والزيت واقلبهم كويس قوي. بعد ما شوحت البصلة وقلبتها كويس قوي وبدأت ريحتها تطلع وتدبل، هنزل عليها بكوبايتين رز. طبعا الرز المصري بتاعنا العادي مغسول، ومجرد ما غسلته نزلت بيه على طول في الطاسة واقلبه كده، وانزل عليها بالبهارات بتاعتنا. معلقة صغيرة من البهارات السبعة، معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة ملح. ونقلب التوابل اللي نزلنا بيها على الرز لحد ما كله يتغلف ويعمل ميكس وريحته كده تطلع وتبقى حلوة، ونحمصه حلوة قوي مع التوابل السمنة والزيت الشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بنزل عليه بكوبايتين مية، على كل كوباية مية كوباية رز. انا عملت كوبايتين رز، نزلت عليهم بكوبايتين مية ونقلبه كده. وبعد كده نهدي عليه النار، انا عاوزاه نص تسوية مش تسوية كاملة، لذلك المية قليلة مغطيتش الوش كله. وبعد ما الرز بتاعنا خلص على النار سبته شوية كده، خلاص الرز بتاعنا جاهز. وبعد ما برد وهدى شوية نبدأ نحشي الحمام. ناخد شوية رز بالمعلقة زي ما احنا شايفين كده، وندخل الرز جوه فتحة الدبوس ونملاها كويس قوي، ونحط على الحتة المبططة رز بسيط جدا ما نكترش، ونبدأ نلفها زي ما احنا شايفين بالشكل ده على هيئة رول، وتقفليها كويس قوي بالستيكس او الخلة، وممكن تلفيها بالخيط وتعمليها كأنك بتخيطي وتقفليها كويس قوي. وبعد كده بتجيبي استرتش راب وبتلفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما لفيته كويس قوي في الاسترتش بحطه في ورق فويل وبلفه بالشكل اللي احنا شايفينه ده من فوق ومن تحت. خلصت الكمية بتاعتي وحطيتها في صينية، وحطيت عليها كوبايتين مية هدخلها على درجة حرارة 200. نبدأ نعمل التتبيلة بتاعة الحمام. معلقتين صوص الباربيكيو، معلقتين عصير طماطم، ولو عندك كاتشب مفيش مشكلة. نزلت عليهم ببودرة زعفران معلقة صغيرة، معلقة بهارات، معلقة ملح، شوية زيت عشان تدي لمعة للحمام. وبالفرشة نقلبهم كويس قوي مع بعض عشان التتبيلة دي هناخدها ندهن بيها الحمام بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة.
نبدأ ندهن بيها الحمام. بندهنه واحدة واحدة من فوق ومن تحت، الشكل اللي احنا شايفينه ده كده شكله بعد ما اتدهن من فوق ومن تحت. هندخله الفرن تحت الشواية على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق، ما نكترش عشان ما ينشفش. ده الحمام بعد ما طلع من الفرن، طعمه وريحته تحفة يجنن. لو عملتيه على الغدا او العزومات هيشرفك من حلاوته وجماله. انا عملته على رز ريزو. طعم الفراخ هتكون متبلة وطعمها حلو قوي مميز، والرز مش قادرة اقول لكم مفلفل قد ايه ومستوي كويس جدا. وطبعا الفراخ الصوص بتاعها منها فيها فبتحتفظ بطعمها. جربوها، احلى من الطريقة التقليدية المسلوقة او المحشية. بكده عملنا اوراك الفراخ او الحمام الكذاب. بتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم جربوها وقولولي ايه رأيكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.